حينما بلغت أكذوبة داعش آخر مداها، وحينما سيطرت ماكنة الموت الإعلامية على الحياة المدنية، قالت شبكة الإعلام العراقي كلمتها التي أزاحت الستار عن الوجه الحقيقي للدواعش، فأثبتت أنها بحق دولة الخرافة، فليس من قبيل الصدفة أن يتصدر عمل دولة الخرافة عناوين الأخبار لأكثر من 80 محطة ووكالة أنباء عربية وعالمية، كلها تؤكد أن الدراما قد تكون أبلغ من لغة السلاح. ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتي المشاهدين، وأهلا ومرحبا بضيوفي المميزين أبطال مسلسل دولة الخرافة، هذا العمل الكبير الذي أنتجته شبكة الإعلام العراقي. مرحبا بكم جميعا. مرحبا بكم. مرحبا بكم. أهلا وسهلا. البداية مع الأستاذ ثار شاد مؤلف هذا العمل الكبير. البداية، الفكرة شلون اجت ببالك؟ الله يسلمك، شكرا جزيلا. الوضع اللي القائم بالشرق الأوسط عموما، الماكينة الإعلامية لداعش اللي تنتج تقريبا مثل ما قال أحد المحللين الإعلاميين المختصين أن المنطقة تتعرض لما يعادل 1000 ساعة يوميا، يعني من تحسب المقروء والمسموع والمرئي على عدد المحطات، فيكون 1000 ساعة يوميا لبث الرعب عند عامة الناس. مرات مقصودة من داعش ومرات الناس تتناولها سواء بالنقد، ولكن فأصبح حالة من الفوبيا لدى الجميع يعني من داعش وخطر داعش. أنت أمامك أن تناقش هذا الموضوع بالتراجيديا أو بالكوميديا. الكوميديا وسيلة لإيصال أكبر حزمة بيانات للناس بطريقة هادئة. يعني الإنسان من يبتسم يقدر يسمع أي شيء يعني. فصار اختيار أن ننتج مسلسل كوميديا عن داعش. تواجهك مشكلة أنه داعش يلبس لبوس إسلامي سني. فأنت تجي كون تفكك الموضوع، تخلي أشياء بنصابها يعني، فأنت راح تكتب نص كون ما تسيء به للإسلام ولا تسيء به للسنة، فأنت تكتب يعني تعمل بحقل الألغام، والمشاهد يريد يضحك ما يقتنع يعني. انت بعد بديت كوميديا يكون يضحك. فصار العمل بهذا الشكل. قدرنا يعني بقينا الكاركتر الخليفة اللي هو نفسه مثل ما هو راد، مثل ما طلع بالخطبة مالته، نفس اللبس مالته، نفس الكلمات مالته، ولكن الافتراض انه ماذا لو اصبح لدى داعش دولة في مدينة افتراضية. طبعا الكثيرين يصورون انه العمل نقصد بداخل العراق، لا انه مثلا سيطرة داعش على نيوزيلندا او على امريكا او على اي دولة بالعالم، في اي مدينة بالعالم، في اي مدينة راح تصطدم انه من يصير حياة مدنية، يكون يسوون خطوط جوية، يكون يسوون فريق كرة قدم، يكون يسوون قناة. فافترضنا صارت هذه، وراها ايش راح يصير؟ بدأ المسلسل يتكلم بهذا الموضوع يعني. وبعد اللي شفت الأحداث اللي صارت. الكوميديا يعني برأيك أنه كانت أكثر وصول من الجاد؟ يعني أنا راح أعطيك في المثال دائما أقوله يعني بالصحافة والإعلام، أنه ابن الصغير ورا ما شاف التايتل مال دولة الخرافة وشاف البيضة ويطلع من عندها شاف تصويرة البغدادي الخليفة الحقيقي، قال بابا هذا داعوش اللي يطلع من البيضة. فصار يعني صار الصورة نمطية للكوميديا للسخرية، هذه اللحية وهذا الوضع صار للسخرية. وصلت الرسالة للطفل. البالغين الكبار ما يحتاج تعلم من داعش، ولكن السخرية، كثرة السخرية بالتراكم راح تروح هذه الهالة المخيفة لداعش، راح يتحول إلى يعني عدو، ولكن عدو حقيقي يعني عدو طبيعي مو أكبر من حجمه. مو يعني مثلا ليش الأشباح، البيت المهجور ليش الناس تخاف منه؟ كثرة الروايات عن الأشباح. اجوا انتجوا اذا تذكرون افلام كرتون كاسبر، حولوا هذا الجن المفترض انه واقع حولوه بشكل سخريه، والى ان يعني عالجوا الموضوع بالكوميديا مو بالتراجيديا. راح اسالك عن الهدف من المسلسل وصل او لا، لكن بعد ان ننتقل للفنان طه علوان. الفنان الكبير مرحبا بك. مرحبا بك. الفنان طه علوان، انت يمكن اكثر الجالسين تضررت من الارهاب، فقدت اعزاء عليك. قبولك لهذا المسلسل كان تحدي الارهاب، اخذ بثأر الشهداء؟ هي ابسط. انا اسف قلبت عليك المواجهه يعني. لا انا حالي حالكم في العراق يعني يجوز اقل من الاخرين، يجوز الاخرين اكثر مني دفعوا ثمن باهظ يعني من الارهاب. الارهاب اينما ذهب، ليس في العراق فقط، في كل مكان في العالم مثل ما قال استاذ ثار، وحتى العمل كان هذا هو افتراضي انه في كل مكان في العالم ممكن ان يدخل داعش. هي الحمى مالته يعني ايضا كان لها تاثير قوي، مو بس على مشاعري وانما على حياتي الخاصه والعامه، فبقت اثارها لحد الان موجوده.
لكن الحمد لله على كل حال. كحقيقة يعني عذرا يعني لازم أيضا أهني شبكة الإعلام العراقي على التطور الكبير في إنتاج الدراما والبرامجيات، وهذا النوع بالذات من الأعمال اللي تقدم إلى المشاهد العراقي لتخفيف الهالة الإعلامية الكبيرة لداعش والقاعدة وغيرهم. بدأنا لا نخاف لأنه ما شاء الله الوضع الأمني كل ما تأزم، كل ما صارت الثقة بنفسنا أكثر، كل ما صار الالتصاق بيناتنا. يعني حاولوا أن حدثنا على أوتار، لكن لحظة قبولك بالدور فقط بس وصلني خبر أستاذ محمد حمود، قلت له جايك باكر مباشرة بدون تردد. هذا حسيت انه هذا وين استاذ علي. استاذ علي يعني اسم حلو ونعرفه فنان وموسيقار راقي جدا. وسبق ان اشتغلت وياه حتى في الاناشيد، يعني قدمنا اناشيد وطنيه تتغنى بما يقدم، وهي ابسط ما نقدمه ضمن التضحيات الكبيره اللي يقدمها الحشد واللي يقدمها الجيش والشرطه، ونحن بالنسبه لنا هذا اقل ما نقدمه، هي نقطه في بحر. لكن نشارك على اقل تقدير، نشارك اخواننا الجهد الامني هذا الكبير لازم احنا نشارك به. داعش هاي الهالة الكبيرة اللي هم صنعوها هي أنا أشوفها بالضبط بحق دولة خرافة. نعم يعني بالضبط هي مثل ما دا يطلع العمل. علما العمل به كانت كثير من التفاصيل، تفاصيله ممتعة كانت في كثير من أحيانها، وحتى إنتاجيا ما بخلوا على أي شيء في أي وقت وفي أي إنتاج كبير كان، إنتاج كبير خاصة بالعمل، وكثيرة هي التفاصيل وإخوانه أيضا يحجون عليها. لكن هي متعة كبيرة مع الفنان الكبير الأستاذ علي. ولأول مرة مع حبايبي الشعراء، هم ليسوا ممثلين، شعراء دخلوا أبدعوا في التجربة الأولى. وأكيد لو كان هناك، وأنا أدعو أن يكون هناك جزء ثاني، إذا كان جزء ثاني راح تكون المساحة أكبر وراح يكون التهيئة إلى أكثر، لأن الله يساعد المؤلف كان يكتب واحنا نجي مباشرة نقرأ بالاستديو ونصور وتتمنتج وتنبث بالليل. يعني هو فالجهد ليس بالبسيط. لكن أدى رسالة صارت في وقت قصير جدا. تأتينا رسائل ما شاء الله بالتهديدات، لكن هذه لا تؤثر علينا بالتأكيد. ما بقى بعد شيء نخاف عليه، يعني الحمد لله أنه احنا الرسالة وصلت. داعش وهن كبير، هم لديهم القوة لكن ليست هذه القوة. نعم، تحياتنا لهذه المشاعر الكبيرة. الله يسلمك. علي القاسم مخرج العمل. علي القاسم يمكن هذه أول مرة تخرج دراما. أول مرة أخرج دراما. إيه. شلون شفت العمل بالدراما؟ بس إذا سمحت لي أنا أستاذ طه قال علي ربع. يعني غيرت الاسم بطلب من أخي كبير الدكتور حيدر القاسم إلى علي القاسم، من طلب أخي الكبير ثار شات. الآن أنت علي القاسم. أي قلبي أستاذ طه. أول تجربة كانت لك؟ أول تجربة بالدراما. حسيت نفسك نجحت؟ والله هي الوضع كان أنا أعتبره قتال. احنا يعني كنا بساحة معركة. نريد نوقف ويا الجيش، نريد نوقف ويا الشرطة، نريد نوقف ويا الناس اللي انذبحت وتأذت، الناس اللي انظلمت من هذول داعش. فمن صارت فكرة البرنامج من الحج ثائر، أنا قلت أنا وياك يعني نفوت، وهاي هي يعني القاتل قتال هو، لأن هذا وطن. الوطن يستحق. لكن أنت كنت بمكان ما تحسد عليه حقيقة، لأنه فترة الإنجاز قليلة جدا والعمل ضخم جدا. أي يعني صارت أخطاء فنية، العمل ضخم جدا. احنا الوضع يعني السرعة في إنجاز العمل تسبب أخطاء. فيعني إن شاء الله إذا اشتغلنا، يعني إذا صار
اعمال يعني اذا ممكن انه نشتغل هيك عمل بفتره اكبر مشابه مع مساحه من الوقت ما راح تصير اخطاء اكيد يعني. انا اتمنى لك كل التوفيق، لانه رغم كل هذه المشاكل العمل رائع جدا. الله يخليك. ولمساتك كانت واضحه. الله يخليك. الله يخليك. المبدع الشاعر رياض، تجربه جديده عليك. الناس شايفيك شاعر، شايفيك عندك تجارب بالمسرح، لكن بالدراما والله الحقيقة هذا شيء جديد. أنا أول مرة أمثل أنا الأستاذ ستار أستاذ رحيم. الحقيقة التمثيل متعب بس بيلذ. نعم. يعني المحصلة النهائية أنت بتشوف العمل نجح وشوف العالم قبل يسميني الشاعر رياض الوادي، هسه راد الحلاق صيحوا بالشارع لغاية حتى شاعرتي. احنا عندنا تجربة بالمسرح، أنا ثلاثي أضواء المسرح أنا وستار. فرقناكم اليوم إن شاء الله ورانا راح يجون. بس التمثيل حقيقة متعب قلت لك، بس بيه لذة وإن شاء الله راح تكون. حسيت نفسك بالأيام الأولى اختلفت عندك الأشياء بالأيام اللي بعدها؟ أكيد، لأن احنا مثلنا حقيقة ويا كبار مثل الأستاذ طه، ست عواطف، وأستاذ خليل، وأستاذ ثامر، فاستفادينا من الحركات مالتهم. اليوم الأول كان صعب؟ كله صعب. نعم كله صعب، بس بجهود الاساتذه قدرنا يعني. وصلت مرحله انه تندمت خلنا ابطل انا جابني؟ وصلتيش مرحله؟ نبات المخرج يخلينا احكي. لا الحقيقه يعني قلت لك لذة العمل ان شفناه من خلال الشارع يعني. صار اصداء واسعه. نعم. وحتى فضائيات خارجيه اجنبيه جت صورت العمل. نعم. وبثت تقارير عنه، فاحنا فرحانين بهالمسألة يعني. احنا اول مرة نشارك ولاقى العمل استحسان الجميع، فاعتبر انفسنا بالتوفيق. لكن انا قبل لا اريد انتقل للستار اريد منك تغششني فد قفشة على ستار حتى اتحول بها. سوى ستار بالعمل؟ والله ستار سوالفه هو وحدة من عندهم. والله الكتل اللي كله ستار يوميا يجلدون هو ما خلى شيء ما جلد. سولوني بالشارع نتحول اخونا ستار، سولوني بالشارع يا بسأل ستار بالحلقة الأخيرة انت راح يصالح ويعمل ولا لا؟ اول شيء احنا نهني اخونا العزيز الحاج ثار تشاد على الكتابة الابداع. اكيد والاخ العزيز علي القاسم، وكذلك اشد على ايد الفنان طه علوان واخي وعزيز رياض الوادي وكل من شارك بهذا العمل على محصلة الأخيرة اللي طلعنا بها. لا كل فنان رحيم مطشر المبدع. نعم. اي فمن ضمن السؤال اللي هي تجي سوالف تقول انا بالبيت يسالوني انت هسه اخير شيء ابوش راح يعطيك هذا فهد شبع كتل له. حلو. مو بس يعني مو بس الشارع واهلك يسالون، والحمد لله والشكر يعني. اخير شيء تراضي الحمد لله. جبت راضي بس سوى دقه ما صايره، بعدين يشوفونا بالحلقه الاخيره. هي خليها مثل الجزاء. اكو عباره يعني حفظها الشارع انها يعني تتردد عليك، هذه يعني ضايقتك بالشارع؟ لا مو هي مال الشغله بالعيد. نعم. ناس تدز اصدقائها واقاربها تهاني، فانا جتنا رساله كل عام وانت بخير وعمل عماك وموت الخذاك وقبر اللفه. فهي صارت لازمه بالشارع. فكل عمل يطلع منه ابداع من خلال المبدعين، من خلال اللي الكاتب اللي يعطيك مساحه انه تشتغل بها براحتك. والحمد لله والشكر على هذا التوفيق. الحمد لله. بالعودة للمبدع ثائر تشاد، الفكرة يعني اجتك تحس انه حققت الهدف؟ اكو فد يعني موضوع كلش ممكن يعرفوا المشاهدين ويعرفوا الزملاء المختصين. ما اعتقد اكو عمل انه تبني مدينة. نعم. وتكتب نص وتنفذ وتعرض، كل هذا كل يصير ب 45 يوم. ليش؟ لان 1 محرم لازم احنا بعد ننبث البرنامج. نعم. واحنا يعني الفكره محصوره، تعرف وضع داعش وقت قليل جدا 45 يوم كل هذه يصير. احنا عندنا الفكره وعندنا الحلقه الاولى. طبعا هو برنامج يعني برنامج درامي يعني ما يرتقي الى كونه مسلسل، ما بمقومات مسلسل كامل، لا وقت ولا شيء، ولكن انه تتلاعب بهذه الاشياء كلها توهم المشاهد انه مسلسل. هو مو يتعامل وياه مسلسل، لان ماكو مسلسل انت يعني شوف 17 دقيقه بس اكو فكره كنت توصل. فتصور ثلاث اوقات يشتغلون، 3 معامل. الكادر يتعب يعني. عندنا 2 نقلوا للمستشفى
يعني مسؤول العمل المدير الفني نقل المستشفى يعني ما قدر يتواصل يعني بصعد ضغط او شيء. الحلقه الاولى نعم كانت درجه الحراره داخل المكان اللي نشتغل به يعني بين 49 الى 50 درجه الحراره هائله يعني ما تنوصف، بحيث النفس يعني ما تقدر. فامامك يعني في هذا الجو كله حدثت بعض الاخطاء الفنيه، ولكن اللي المؤكد انه الرساله وصلت للجهتين اللي ريتها، الجلاد والضحيه. نعم. وصلت لداعش مثل ما يعني ابلغنا انه وصلت لداعش. انا مدام ما وصلت نسوي بعد فشي كنت اوصل. فوصلت لداعش ووصلت للناس. هذا اهم شيء انه الفكره وصلت والهدف وصل يعني اللي تريد الشبكه. طبعا الشبكه هي اسيره قانون بائس، قانون يعني مجموعه الفضائيات اللي نعمل بها احنا بالشبكه هي اسيره قانون يشبه قانون وزاره العمل وزاره العدل بعمليات الصرف. يعني انت ان تريد تنتج مسلسل امامك 8 اشهر. نعم. هذا العمل عملنا يعني بقانون خطة طوارئ على مسؤولية المدراء يعني، وأنا أشكر يعني المالية والتدقيق والإدارة وكل المديريات العاملة والنقل، كل المديريات العاملة عملوا بشكل على مسؤوليتهم الشخصية. يعني أنا أحد المدراء قال أنا أعتبر هذا يشبه الهجوم على الموصل، يعني هجوم داعش على الموصل وكون نصده يعني. فأنا مستعد أواجه كل المشاكل يعني. وهذا النفس يعني عبرنا تقريبا 50% من الأزمة بقت أنه نشتغل، بدينا نشتغل. الشباب التحدي كان هو الحافز الأكبر يعني. بعض الأشخاص بعض الممثلين بدون ذكر أسمائهم اتصلوا بهم قالوا أنتم شلون تمثلون في عمل هذا العمل خطير وكذا وشيء. وأنا دائما أستشهد بكلمة قالتها الممثلة أخت سولاف ويا إحدى الفضائيات العالمية التقوا وياها، قالوا أنتم تخافون من داعش؟ قالت لهم هو داعش يعني يحتاج أخاف منه لو ما أخاف منه؟ هو مستبيح الناس كلها يعني. أنا سواء خفت أو ما خفت ما له قيمة أدى الموضوع، الإحساس ما له قيمة أدى يعني. أنا نقاتل يأجوج ومأجوج. فإحنا وأنا هم أقولها يعني عن لسان وعن لسان كل يوم الله يعطينا عمر، كل لحظة يعطينا عمر إحنا نعمل على داعش وأشباه داعش إلى أن الله يعطينا. ربي يحفظكم. أستاذ علي، يعني هذه الأشياء اللي ذكرها أستاذ ثائر، الوقت قليل، الإنتاج ضخم، يعني ما أربكك يعني الله يساعدك. انت اللي بالوجه، يمكن يعني اكو ضغط كان على استاذ ثائر بالكتابه، يمكن يكتب كانوا يسلمكم وانتم تشتغلون، لكن بالاخير انت مخرج العمل. اكيد لا يعني هذا الضغط هو موجود، بس قلت لك يعني كل شيء يعني تقدر تدوس على نفسك. اذا تقدر تدوس على نفسك على ود اخوك اللي هو اذا كان مسيحي او صابي او يزيدي او اي كان اي انسان يعني، من تخليه هو بكفه، ومن تخلي انت شغلك بكفه، تشوف له الاثقل هو اثقل، فشو تسوي؟ ما راح توفي له الاذيه اللي شافها، توفي له الضغط اللي شافه. يعني احنا يعني ان شاء الله قدرنا انه نخفف عن هاي الناس هذا الألم اللي صار عليهم من هاي الجماعات الإرهابية المتخلفة، حتى نطلع من هذه الصعوبات. تذكرنا في مفارقة حلوة ضحكنا بها والله. المفارقات الحلوة هواية. أنا أعرف أنه حج ثائر كان يزوركم باللوكيشن كل شوية، وحدة من عتن ملزمت عليه فد شيء. حج ثائر دائما كان موجود وما تركنا لحد دائما كنا من يشوفنا يعني هدأنا شوية يشوفك وصار برود يسحب المسدس الصوتي طبعا من طلقات حقيقية يرمي ينشطنا نرجع نشتغل ننعس نتعب هو ينشطنا. او اكو حالة ثانية يعني كنا نشغل لهم اغاني للشباب حتى يتنشطون مرة ثانية يعيدون نشاطهم ريستارت ريفرش. وهذا ان شاء الله الموفق يعني. ما ذكرت انه مفارقة والله مو انه هذه فوت المسدس يعني. انا شفت المسدس بحزامك اصلا. لا هم صوتي. ستار اذكر لنا واحدة من الاشياء اللي صارت وهو الولد بالحلقة الأخيرة. نعم. بالحلقة الأخيرة يطلب الخليفة انه احنا قلنا حلقة الخير بعد ما معروف. لا تفسد لي متعة المشاهد. ما نفسد. فشي بسيط من شيء بسيط بس القف شنطينا يعني اول حلقة. نعم. رجعت السيارة مال المخضر
جابت يعني المخضر المحل الرحيم يفتح. انا احميك ما يسكتك. لا ما امور عاديه. فاول ما رجعت السياره انه يجيبون المواد من الاستاذ نعم. رحيم. نعم. شاف بيه جزر قال ما يمشي عندي يا الشيء اللي اكثر شيء ضحكني بالحلقه الاخيره، يعني المشهد الاخير اجاني وسام اللي هو فوده. نعم. كل الكادر اللي ينضربوا واللي كان يضربهم منتظرين الحلقه الاخيره يضربونه مثل ما ضربهم هم بالسيناريو مكتوب. نعم. فاجاني قال انا اخوك وذولا ما راح يسوي تمثيل يعني حادين السنهم عليه فراح يضربوني كلهم يعني. فحاول تغير بالسيناريو. حلو. فانا ضحكت ورا شوي اجاني فشفته جاد يعني قلت له غير، فغيرت السيناريو على مود حتى لين انبسط. الى ان انت تصور يعني فد 40 واحد يردون يقسطونه يعني. مو على طول المسلسل عذبهم يعني. هو طلع مالت الضرب من عنده يعني. قام يضرب يعني فتنين. يقولوا لي يجتهد يعني هو بالجزء الثاني راح يكون عندي ضيف، لكن يقولوا لي يجتهد ويضرب من يمه يعني. اكو مشهد يحكي استاذ سيد علي يحكي اكو مشهد عندنا تحليل رياضي اللي طلعت المباراه مال كاس العالم. فالاستاذ اللي جبناه يعلق يعني يقلد الاصوات هو يعني ضرير، هو استاذ اصلا مذيع ومحلل سياسي، فقعد وياه ضيف. فبالطبيعي بالمشهد ورا اخر شيء ياخذه اسير ويطلع برا. حلو. فترأسا انتبهت قبل يقول لك انه ممكن فوده يضربه، فهمست له همس قلت له وسام مو ضربه. اي قال لي شلون يصير؟ فسمع الاستاذ قال له لا عادي تمثيل. قال له انت جبت روحك. بالعودة الفنان الكبير طه الوان، رسالتك للجمهور وصلت اكيد، لكن من هذا البرنامج الرساله اللي توجهها لزملائك الفنانين انه يشتركون مثل هيك اعمال. والله هي تحية أولا حارة لكل أخوتي الفنانين اللي عملوا بالعمل، يعني أستاذ عواطف السلماء وأستاذ خليل إبراهيم. نعم. أستاذ وسام عبد الواحد والحبيب علي الشجيري. نعم. وكل العاملين الحقيقة، حتى ماجد الشيخ. بذكر علي الشجيري طبعا انه احنا كنا نتمنى انه ابو بكر البغدادي يكون موجود والفنانه سولاف، لكن ارتباطهم بعمل اخر خارج بغداد هو اللي منعهم من المجيء. نعم. تحياتنا جدا، تحية حارة لكل العاملين. هي دعوة لكل اخوتي في الوسط الثقافي وليس فقط يعني المجتمع التمثيل، ان نشارك في اي موضوع من هذه الشاكلة. نحن بحاجة إلى أن نوضح صورة، والفن رسالة، يعني يجب أن نقدم هذه الرسالة في هذا الوقت بالذات. إذا عبرت ما تصير لها قيمة، لكن هسه وقتها. والتحدي تحدي النفس بالتأكيد. إذا كنت خائفا من الداخل، يعني هناك مقولة لكاتب راقي جدا من أخوتي الأستاذ عبد الخالق كريم. نعم. يعني هي ما تشمل، لكن هي الصورة واضحة، لأنها لم تنفجر بين قدمي آخر ووقم 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 ما يتسق مع ما يتسق مع ما يتسق مع الآخر ويكون يتسق مع الآخر يتسق مع الآخر مع الآخر ويكون آمن. أكيد هذا بالتكاتف. هذا مو يعني أباوع فقط، أباوع أكون مشاهد لما لا، يجب أن نكون كلنا في هذه البودقة الكبيرة جدا. نعم. نحطم هذه السجون التي يبنوها نفسيا. هو العامل النفسي هو خراب بلدان عامل نفسي. لكن داعش بدأت تعمل على الأساس الإعلامي، وبدأ بتخويف الناس بالجانب الإعلامي. يجب أن يكون الفنان والمثقف العراقي أولا يجب أن يكون من القوة ومن الثقافة، بحيث يحطم هذا الحاجز النفسي وهذا الخوف، يقدمه للمشاهد العراقي أنه فعلا هو وهم، ولا كثير من الأحيان نستمع أنه دخل داعش بهذه الهالة الإعلامية. نعم. دخل داعش للمطار. الإعلام الذكي راح للمطار صور الحياة عادية. ماكو. هو هذا الوضع يجب أن يشارك الكل، هي مسؤولية الجميع وليس حرب، والكل مسؤول. الكل مسؤول. نعم. وهي دعوة لكل إخواني في الوسط الفني أن يشتركون في أعمال هذه الخطورة ويبدلوهم طبعا. وأنا أشد على يد حج ثائر في أنه الفكرة لم تكن مطروقة سابقا حتى في الدول الإقليمية وليس في العراق فقط. أشد على إيده، لكن هناك في الدراما هو صار برنامج دراما. نعم.
لكن في هذا الجانب يجب أن تكون القوة أكثر. هو صح الكوميديا هي تصل بسرعة، لكن هناك نقاط تكون بعد أكثر ان شاء الله القادم احسن ان شاء الله. وانا متاكد عده هو من الخيال، لان بعد ان شاء الله خلينا نشوف شنو جاوبته. باقل من دقيقه الجزء الاول من البرنامج راح يخلص. نحب نعرف من حضرتك انه اكو فكره جديده، اكو جزء ثاني، وشنو محاضرات لنا شبكه الاعلام العراقي اللي عودتنا على الجديد وعلى التصدي للارهاب. يعني انا بحكم يعني وظيفتي بالدائره، انا يعني اقدر اقول لك انه يعني مجموعه اخرى راح تصدى لعمل ان شاء الله يعني يخص داعش والوضع يعني غيرنا يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله يكونون بمستوى دوله الخرافه ان شاء الله احسن. يعني إن شاء الله. العمل مستمر، كل مراسل يطلع لجبهات القتال هو يقدم عمل افضل من دوله الخرافه، ابتداء يعني باي مراسل وانتهاء باي مدير، يعني مدير دائره او موظف بسيط، الجميع مقاتلين. شبكه الاعلام التي اعطت اكثر من 120 شهيد ماضيه لبلوغ غايتها، ويعني لن يأتي اليوم الذي تكون فيه شبكة الإعلام العراقي قناة حيادية مع الإرهاب، إن شاء الله. متطرفون مع الوطن إن شاء الله. ماكو أكيد ماكو حياد مع الإرهاب. أنا أشكركم وأشكر حضوركم، يعني الحقيقة أنه أمتعتونا. تفضل بس عذرا، تفضل. يعني احنا التضحية يجب أن تكون من الجميع. نعم. لكن هناك وسائل بسيطة أن تكون الدولة داعمة لهذا الإنسان اللي مقدم أقصى شيء وجهه خلال هذا، يعني هو بوجه المدفع بالتأكيد. فيجب أن تكون له حماية. يعني أنا ما أتصور أكو واحد من اللي كنا نعمل دائما في هذا الجملون الحار جدا ما عندنا واحد شايل مصيادة. الفنان هو دائما يعني يكون رجل مسالم بالتأكيد، لكن في هذا الظرف الأمني لا نحتاج نعم الدعم البسيط اللي ان شاء الله الرساله، ان شاء الله الرساله وصلت. انا شاكر حضوركم ويانا، شاكر كل هذه الجهود. وقت الجزء الاول انتهى، كنت اتمنى انه الوقت بعد يسعفنا. احبتي المشاهدين، فاصل ونعود. اهلا ومرحبا بكم احبتي المشاهدين، ومرحبا بضيوفي الكرام. مرحبا بكم. مرحبا بكم. نبدأ بالست عواطف النجمة الكبيرة العراقية التي أغنت الدراما العراقية تاريخ حافل، لكن هالمرة العمل يختلف. دولة الخرافة، هذا العمل الكبير اللي فضح كل أعمال داعش. شنو أضاف للفنانة المبدعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وتحية لضيوفك الكرام وللعاملين أيضا خلف الكاميرات، ولشبكة الإعلام العراقي السباقة دائما في تناول هذه الموضوعات الحساسة جدا والخاصة جدا والمهمة في تاريخ وفي يومياتنا أصبحت. أضيف لك عمل، يعني إحنا إذا العمل نتناوله من جانب درامي، أكيد الجانب الدرامي هو كان ضمن مصنفات البرامج. يعني ولكن الشيء المهم بهذا العمل أنه أنت بعثت بمسجات. حلو. وصلت مسجات إلى داعش. حلو. وصلت مسجات إلى الجهات السياسية. وصلت مسجات إلى الشارع العراقي. نعم. الشيء المفرح حقيقة في هذا العمل أنه كانت شبكة الإعلام العراقي هي السباقة على مستوى العالم والوطن العربي. نعم. لأنه هذه التجربة من خلال التقارير، من خلال الأخبار اللي نسمعها يقدموها مثلا بالأخبار وغير الأخبار، تشوف مثلا في تونس، في الجزائر مثلا، في مصر، في دول مثلا احتمال في دول الخليج، وسائل إعلام عالمية غطت هذه اللي أقولها مثلا في تونس وغيرها. هذه أصبحت دولة الخرافة مادة أخذت من عندها برامج، أخذت من عندها كأنه صارت أصبحت هذه المادة الرئيسية. الهدف تحقق الحمد لله. الحمد لله الهدف تحقق من عرض أول يوم. نعم. أول يوم عرض أنا كنت حريصة جدا أن أشوف، أن ألتمس، أن أتأثر كمتلقي بعيدا عن كوني مشاركة في هذا العمل. نعم. اللي أضاف لي هذا العمل أنه أنت أحيانا على مستوى الفنانين المثقفين الأدباء اللي موجودين، هناك ناس تقدم أرواحها وتقدم دماءها على حدود المدن، في ساحات المعركة مع الإرهاب. أنت يا مثقف، يا فنان،
ماذا تقدم؟ شنو سلاحك؟ شو تقدم؟ نعم. فاكيد يعني هذا اجى هذا بصراحه اجى هذا البرنامج. احنا لا ندعي انه احنا وطنيين اكثر من الاخرين، ولكن حقيقه انا بتقديري البسيط بانه البلد يمر بازمه. نعم. هناك دفتر للتواقيع اليوميه، عليك ان تضع توقيعك. تأكيد لأنه هذا إحنا نغادر نروح بسنة بسنتين ب10 سنوات ب50 سنة، وهناك من يقرأ هذا التاريخ. فأنت شنو تاريخك؟ أنت شنو اللي قدمته؟ شنو اللي سويته؟ في هذه المحنة أنا بصمت. في هذه المحنة أنا بصمت. قد تكون يعني حتى الشخصية مثلا اللي أنا مثلا قدمتها، هو كان أستاذ ثائر، تحية كبيرة له، والأستاذ علي حقيقة جهد كبير جدا. قد يمكن المتلقي يستمتع ب10 دقائق أو ربع ساعة، يشوف يعني برنامج مثلا بسيط تقطيعات وكذا، ولكن ما وراء هذا، ما وراء الصورة. أنا راح أسألك على هذا الجهد وما وراء هذا بعد انتقال الفنان الكبير خليل إبراهيم. الفنان الكبير خليل إبراهيم، أخذ لي المايك. أنا سمعت لك تصريح بإحدى وسائل الإعلام أنه قالوا لك ما خفت أنت اشتركت بهذا العمل، أنت جاوبت والجواب راسخ في بالي. قلت لهم أنه أنا إذا ما اشتركت بهذا العمل أحس نفسي مثل الجندي الهارب من المعركة. نعم. أولا خليني أشكر العراقية، هذه القناة الفتية السباقة العريقة في تقديم أعمالها. حقيقة شكرا من كبير إلى أصغر واحد. تحياتهم. شكرا للإنتاج الضخم، شكرا للإنتاج الرائع اللي أغدق بصراحة على كل الفنانين، من طعام، من مي، كل شيء جاهز بظروف صعبة جدا. أيام الحر احنا يوميا نخلص لنا احتمال حلقتين، ومرة خلصنا 4 باليوم. المشاهد ست عواطف سبقتني، قالت المشاهد يمكن يشوف له 10 دقائق. بس معاناتنا اللي عانيناها احنا. أنا بصراحة أقول تضامنا مع ستي عواطف الغالية، لا يشرفني أن أكون هارب من الخدمة. حقيقة هذه لا يشرفني أن أكون إفرار. أنا بهذه المحنة أنا متأكد، يعني ما أريد أقولها، كل إحنا أولادنا، إذا مو ابن أخوي، إذا مو ابن عمي، إذا مو ابن، فحتما لو جندي، لو شرطي، لو انضباط، لو حتما بساحات القتال جاي يحارب هؤلاء الكفر الذين لا دين لهم. فما من المعقول أن أكون أنا كالنعامة خاتل وضام راسي. لا، أنا هذه بصمتي وأتشرف ولي الشرف. دولتي تقول هيجي، مرؤوسين يقولون هيجي، مرجعيتي تقول هيجي. فأنا يعني ما ممكن أن تكون غير ما ممكن. يعني ما ممكن أن أكون هارب من الخدمة. أنا خدمت ولي الشرف وأفتخر جدا. تحياتنا لك وهذه المشاعر. حبيبي شكرا جزيلا. أقول لك وسام، أقول لك فودة. كيفك شو تريد؟ يقولون حتى بالمنطقة يسموك فودة. وأنت وسام يا مبدع. تفوقت بهذا العمل، تفوقت حتى على نفسك، استحقيت أن تكون البطل بجدارة. الحمد لله. فاجأت الجميع حقيقة. أنا سمعتها حتى من الفنانين الكبار أنه يعني اللي أنطيته كبير جدا. طبعا بالبداية أريد أشكر أساتذتي اللي ساندوني بهذا المجال وبهذه الشخصية، وأشكر قناتي نعم. قناة العراقية قناة الجميع، وعلى رئيسها، مدراءها وعامليها ورؤساء الأقسام. أقول لهم أشكركم. طبعا شخصيتي شخصية فودة بهذا العمل، شخصية كانت بالبداية سلبية واستمرت سلبية، لأنه مو بالبداية صارت أكثر سلبية. لا ظالين على الأول أحسن. لا، هو من يعني هو خاف يعني حتى يسلم على روحه انه ينتمي، بس هو بداخله ترى ما منتمي لهم، بس هو لانهم كانوا كلش مشكلين عنده رعب بداخله. بس هو اول ما قلب فودة قلب على اصدقائه ولد المنطقه واصدقاء المقربين، قاعدين كلهم يعني قاعدين كلهم يعني صعب انه ضحك شخص.
والحمد لله والشكر انه هاي الشخصيه لاقت فد استحسان بالشارع العراقي، والحمد لله والشكر الكل كان راضي على هاي الشخصيه. كلمه عندك انتشرت بالشارع، منين جبت هذا؟ كلمة أجغمجكم. منين جبت هاي؟ هاي أجغمجكم تعرفوا هم بلاهوية، فهي أجغمجكم حتى أنا ما أعرف شنو معناها، ولا أحد يعرف شنو. بس كلها هيك تخربط فهي أجغمجكم. هي ما معروفة بكل القواميس ما موجودة، فهاي حتى وصل رسالة والمسج أكيد واصل إنه هم بلاهوية، فالكلام اللي يطلع من عندهم أيضا بلاهوية. جميل جدا، رسالة حلوة. فالحمد لله والشكر قلت لك أنا، وأشكر الأستاذ ثار إتشاد على منحي هاي الفرصة، فرصة الكوميديا، وأشكر الأستاذ علي القاسم انه انطاني فد مجال جدا واسع حتى اقدر اتحرك بيها، يعني للعلم للاطلاع انه هذا العمل اشتغلناه بمحبه. فما دام احنا اشتغلنا هذا، انا زرتكم لللوكيشن شفت هذه الروح الالفه بيناتكم فعلا. فالحمد لله والشكر، ما دام هيك علاقه فد صدى جدا واسع بالشارع، اذا مشتغلين بمحبه، مشتغلين بتعاون، مشتغلين بحب. فالحمد لله والشكر يا ربي انه قدرنا نتخطى هاي المرحله. تعرف انه هم الدواعش تنظيم مجرم، تنظيم وحشي، احنا قدرنا من خلال هذا العمل ان نسخف مبادئهم اذا كان عندهم مبادئ. وصلتوا بسخريه كل جرائمهم وحقيقتهم للناس. ايضا اي طبعا هاي رساله جدا، يعني تعرف انت من تسمع بداعش يصيبك يعني نوع من الخوف. نعم. بس احنا من خلال هذا العمل اشتغلنا بكوميديا، تسخيف لهم، رسائلهم اللي جايين بها هم بلاهويه. فالحمد لله والشكر. طبعا أنا جهودي اللي بذلتها بهذا العمل طبعا مساندة أساتذتي وأخوتي وشريد أسميهم وهي قليلة بحقهم. شيء مكمل الشيء الخبرة والشباب. فالحمد لله والشكر. احنا شبهناها مثل لعبة برشلونة، مثل ميسي وحده ما يقدر يسوي شيء. نعم. إذا ويا الأساتذة. بس أنا كنت أتمنى إنه المثال يصير على ريال مدريد، لأن أنا أكره برشلونة. أنا ما راح أقول لك ريال مدريد لأن أنا أحب برشلونة. الأستاذ تامر الشطري، تحياتنا لك والدور هذا الجميل اللي قدمته. أريد أعرف من عندك، يعني بلحظة يعني فاتحوك إنه عرضوا عليك الدور، فكرت، احتاجيت وقت، شنو اللي حسيته؟ يعني بأمانة ما ترددت ولا فكرت، وكنت سعيد بهذا الدور. وأنا من خلال شاشة العراقية أهني، مو أشكر، أهني العراقية على هذا العمل، على هذا الجهد الكبير اللي قدمته، ابتداء من مدير العام إلى الأساتذة اللي كانوا بشكل مباشر معنا، أستاذ ثائر وأستاذ علي، على هذا الجهد الإنتاج الكبير. ماكو تردد، ما أعتقد يعني إنسان يحب بلده يتردد في مثل هكذا موقف، لأن الهجمة اللي اليوم يمر بها البلد هي هجمة غير طبيعية. يعني تذكرنا بالتتر، قد تكون يعني الاحتلالات ما ترعبك نهائيا، قد يحتل من بلدك جزء، هذا شيء طبيعي يحدث في كل بلدان العالم. نعم. هذا الجزء ممكن تسترده بعد 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، إذا مو أنت الأجيال اللي بعدك. المشكلة اللي يعاني منها العراق اليوم، هذا التهديد هو تهديد للنسيج الاجتماعي، وهذا صعب أن نترده. يعني لما يهدد اليزيدي ويهدد المسيحي ويهدد الصابئي ويهدد الشيعي والسني وكل الأطراف اللي موجودة بالبلد، تحس أنه بلدك نسيج الاجتماعي مهدد. وهذا يعني إن شاء الله ما تحدث هذه الحالة بتواجد الناس الخيرة والناس المحبة للبلد. احنا يمكن هذا صارت تجربة عندنا، شفنا نسيجنا بدأ يتقوى من الداخل، بدأ حتى ننسى الخلافات اللي كانت موجودة. اليوم التهديد ما أعتقد تهديد فئة أو طائفة أو مكان معين. نعم. تهديد يخص البلد. فهنا أنا أقول مثل ما تفضلوا الأساتذة ست عواطف أستاذ خليل، إنه أنت لازم تترك بصمة، على الأقل مثلا تفتخر قدام أطفالك، قدام عائلتك، قدام مجتمعك، قدام وسطك الفني، قدام تاريخك، قدام مستقبلك. تفتخر إنه أنت اليوم جاي تقدم شيء لبلدك. في هذا الوقت أنا وقفت وقلت لا، يعني احنا نعم لازم تقول لا، ضد، لازم الفنان يعلن موقفه.
احنا موقفنا هذا، يعني مثلا احنا كفنانين المطلوب من عندنا هذا، فلازم نأديه يعني. والحمد لله والشكر يعني انا افخر انه قدمت هيك عمل، وافخر انه هيك عمل نجح على كل المستويات. يعني قد يعني يمكن ما تطرقنا للجانب الفني اللي بيه، الجانب الفني كان جدا راقي، يعني توفرت بعناصر الجمال بالشكل بالمنظر اللي اشتغلنا به، الديكور كان ديكور جميل جدا. حتى يعني اكو خطوه جميله جدا من الاستاذ المؤلف من الاستاذ المخرج بخلط مجموعة شعراء يحبهم المتلقي، بس هم ما عندهم تجربة تمثيلية، ومع فنانين معروفين. خلينا نسمع التجربة من هذا الأستاذ رحيم. نسمع التجربة. شو عجب باسك بالجالكسي. تحياتنا له. تحياتنا. يعني سبقوك احنا فرقناكم اليوم، انتم كل مرة تحضرون ثلاثتكم، ستار رحيم رياض، لازم احنا فرقناكم اليوم. مطوق قفشات عليك فانت لازم ترد عليهم بالجزء الاول. زين. لكن ردت تعرف من عندك بالبدايه انه يعني فتت بتجربه انت ما خايفها، يمكن كانت تجاربكم التمثيل على مستوى المسرح. صحيح. لكن الدراما في شيء ثاني. شنو اللحظات الاولى؟ شلون يعني كان اليوم الاول صعب عليكم؟ والله صعب كلش، بس بتواجد الفنانين الكبار اول ايام يعني التمثيل صعب كلش. نعم. يعني هسه مو تقول النكته يعني بسرعه القاها حتى ما اقدر اعيدها. اي بسرعه جهمجها. بس التمثيل صعب. بس بمساعدة الفنانين ووقفتهم علمونا شلون تحكي شلون الاس مالك، يعني اول 3 ايام بعدين التوفيق ووصلنا رسالة. وهي اجرى عمل هو هذا، يعني اجرى عمل واول عمل. لا التالي شلون شو اسوي ما ادري. صدق جدا. اي واكو موقف طريف ذكرته. نقرا بالنص احنا وندخل راسا. فيجي استاذ خليل يقول الخليفه يريد بنتي، فلا انا شو اقول له؟ يا مصيبة المصيبة. حلو. ادور بالورقة ماكو، ما موجود. قال رحيم لا تدور، هي يا مصيبة المصيبة. قلت له لا خلنا ندور. او 10 دقائق واقف. قال له رحيم دور اللي يقراها بالنص. زين. اي لما تضيف لها. المهم قلت يا مصيبة المصيبة. حلو. راحت السالفة وظليت ادور. قال يابا راح المشهد بعد علي ما تدور. يقول اقول له هذه النسخة مالتي هذا اقراها يمي، يقول لي لا الا بورقة. لا انا اخذتني اللهم حرجاني، بس ظليت ادور كذا. شنو اللازمه بعد عليهم؟ اللازمات هواي يعني انا مفارقات قاعد اقول لك عليك. ايه مفارقات عليهم. لا هم وين شيء على رياض وستار. رياض مو الحكي لازم هو من قلبه يعني نضيف احنا. فاريد الاس شو وقت ينهي؟ شو وقت ينهي الاس هنا بورقه احصله بورقه اقطع الاس. انت اجر الاس ما كل ما نحافظ مشهده، بس هم احنا اللي نضيف. نعم. تصير طويله يابا هنا وتنهي. قالوا لي اظل انا ورا شويه هم قلبت غير. المهم تغل بالمنادس. يخزرني لو فرحت من خلص العمل لو فرحت له الناس هسه كلها داعش قبل رحيم نكته هسه داعش يعني ما توقف دقيقتين. فالمهم واقراص ظل يبيعون بي كساع وعجاب هذا القرص. قلت له عم هاي ظل يبيعون بي يعني بالاسواق وبالهذا. حلو جميل جدا. لا انتشار واسع. تحياتنا لك. الله يسلمك. الجندي المجهول محمد حمود يعني تعب الكل اشاد به. كنت فعلا جندي، يعني طلبوا من عندك انتاج فخم كلش بوقت قصير جدا، وكنا نشوفك انه تشتغل من الصبح لليل. هاي هدية الحمد لله والشكر والتوفيق من رب العالمين. نعم. أنا طبعا أشكر بالبداية شبكة الإعلام العراقي ومدراءها، جدا كانوا متعاونين معنا. أنا حقيقة لأول مرة أشوف هذا التعاون. نعم. اشتغلت كثير أعمال هنا بالعراقية، شفت المدراء متعاونين إلى درجة وياي، التدقيق، المالية، العلاقات، الكل. وأشكر الفنانين أيضا، فنانين اللي اشتغلوا بداعش. نعم. كانوا جدا متعاونين معي إلى درجة حقيقة. مسلسل داعش. جدا متعاونين معي. نعم. في حقيقة كنت ضاغط عليهم والله الليل مع النهار. يعني جدا اشكرهم واشكر كل اللي اشتغلوا بمسلسل. انا اعتقد يعني كل وقت العمل كان 45 يوم. 45 يوم. من ضمن هذه ال 45 انه انت بنيت التحضيرات. نعم. استاذ المدينه يعني. استاذ انا يمكن 20 سنه صار لي بالعراقيه حقيقه.
بنى الديكورات هواي حسين كريم، الاستاذ الكبير حسين كريم مهندس لكن بناء مدينه اول مره. لا بنينا سابقا مدن بس مو مثل هذه المدينه. حقيقه انت من تعطيني مساحه 1000 متر وخلال 20 يوم تريد هذه المدينه، هذه كارثه. هذه حقيقه يعني، لكن تسهيلات رب العالمين. نعم. اي بالله. بنيناها ب20 يوم، يعني قمنا نطبق الليل مع النهار. يعني انت اكو شيء يعني بناء، يعني من دق الخشب، يعني سويتش، يعني بلك، يعني حلاقه، يعني مقهى، يعني كوارث. حقيقه انا اول يعني 20 سنه الله سهلها بهذا العمل للامانه. انا اعتقد انه يعني اهم عامل كان يعني بيناتكم ونجح العمل هو انه انتم كنتوا تشتغلون بمحبه، كنتوا تشتغلون ما جاي انه واحد جاي يريد يستلم اجره ويروح. اكيد. يعني الكل كان يريد ينجح هذا العمل او ينجح هذا العمل. أكيد. تحياتنا لك يا كبير. اشكرك. واكيد هو هذا راح يسجل في تاريخك. الله يخليك. اشكرك. اولا شكرا للاستاذ محمد حمود لتعاونه، واريد اشكر نسينا الاستاذ مهندس الديكور حسين كريم. تعب جهد. نعم. والجهد واضح جدا. أكيد. فتحياتنا له، نرفع له القبعه جميعا. بالتاكيد اكو هواي ناس وياكم بالعمل، يعني يعني ما سعه الاستوديو انه نلتقي بهم، لكن بالتاكيد انه راح نستضيفهم. كانوا رائعين تماما، ما ننساهم. كل اللي كانوا بالاضاءه وبالصوت، اذا كان ياسر واذا كان هشام واذا كلهم الولد كانوا جيدين جدا. وفعلا يعني تسميتك دقيقه الاستاذ محمد، انه يعني هو كان جندي مجهول، يعني كان مواكب العمل، يجي قبل الكل يطلع اخر الكل. هو اللي حرك الاشياء تقريبا، يعني كانت مناطه عليه مهمه كلش ثقيله، والحمد لله والشكر هو نجح، احنا نجحنا، الفنيين نجحوا، والاداره نجحت. والدليل ما قاله الاستاذ رحيم انه العمل يعني بدا يوصل للشارع. انا كنت اسمع له جمله دائما ارددها: لا تهمون، كل شيء نقدر نسوي، ما نوقف. ست عواطف، بالعوده لك يا نجمتنا الكبيره، رسالتك للجمهور وصلت الحمد لله، لكن الرساله اللي تقولها عواطف السلمان الفنانة الكبيرة للفنانين البقية. أنا أصغر من أن أكون واعظ، بس كلمتي تسبقها محبتي للجميع. العراق أمنا وأبونا أكيد، يعني بالتأكيد. هذا يعني بلدك بالتأكيد. يعني قولت أهلنا من مرات تصير يعني ينظام البني آدم حيل، يعني بأيام قصف بأيام حرب، يقول لك هذا بلدك بالتأكيد. لا هو ابنك وتتبرى منه، ولا هو جارك مو خوشادني ويشيل عنه. إذن هذا بلدك بالتأكيد. بخيره بأيام الصعبة أنت تتحمله. ومو أي بلد، العراق إنه يعني العجيب بالعراق إنه مرت علينا مآسي كثيرة نلتصق به أكثر. أكيد. رغم أنه الأبواب مفتوحة لكن ما نهاجر، يعني هذا بلدنا. الحمد لله. أنا بالنسبة لي على المستوى الشخصي مؤمنة تماما بأن العراق هو العنقاء التي تقوم دائما من تحت الرماد، من تحت الركام، من الأذية، من الأمراض، من هذا ما بي نقاش يعني. ليش؟ لأنه أكو مظلة كبيرة اسمها الله الرحمن الرحيم. فهذه أكيد لأجل الأطفال، لأجل الأمهات، لأجل الآباء. كلمتي أقولها لكل الفنانين مع كل الاحترام والمحبة. بلدنا خلي نترك لنا بصمة، لأنه تجي الأجيال ورانا تقراها، وكثير من الفنانين. بلدنا محتاجنا طبعا، محتاجنا الفنان، محتاج بالمقابل أيضا. أعتقد بأنه جانب القوات الأمنية محتاجة أن نشوفك بالتأكيد. يعني أنا يعني أكو قصيدة كتبها سمير صبيح، أقول على ظهرك شدا شيلة انطاق. الله. يعني مجرد قلت أول كلمة، بس مجرد قلت هذه الكلمة، والله الجلوس العسكر ما تدري شنو الانفعال اللي صار. إذن يعني أيضا هم محتاجين، هو بده ينطي دمه. فأنا لا بأس أنه أوقف أزور جبهة، أقول إنشودة، أقول اليوم كذا. وأعتقد بأنه من إحنا صغار تعلمنا بأنه القلم الواحد ينكسر بسرعة والأقلام الهواية ما تنكسر. فهذه لمتنا وهذه كذا، يعني أكيد هي راح تكون رسالة واضحة لداعش. أولا فعلا دولة خرافة، لأنه لا دولة قيم ولا دولة إسلام ولا دولة إنسان، فهي فعلا دولة خرافة. أريد بس أني أعرج على موضوعة إنتاج هذا العمل. هذا العمل توفرت له عناصر حقيقة كانت
إنسانية قبل أن تكون مادية. نعم. من مدير عام الشبكة إلى العامل اللي يجيب لنا الشاي. هذا كان الإنتاج فعلا يعني يتذكر محمد يوم إنتاج حقيقي قلت له محمد حمود تتذكر محمد حمود طفي تليفوناتك وروح لبيتكم، لأن محمد تحكي له بعد ما يستلم منك، يمكن صار له فد يومين ما نايم فماكو استلام، يعني قلت له روح لبيتكم طفي تليفوناتك ونام، لأنه أنت هيك راح توقع. هناك أشكال مختلفة للعمل، ديكور، بنت مدينة ولأول مرة تنبني مدينة، وأتمنى وألتمس أنه هذه المدينة تبقى. أرجوكم حاولوا أن تخلوها إن شاء الله. إحنا كنا نتمنى أن نستمر بالأكل وقت البرنامج شارك على الانتهاء. عندنا أزياء وعندنا إكسسوار وعندنا فتحية كبيرة للكل لأنجود الكل هذا. إن شاء الله. كنا نحيي هادي شريف، تحياتنا أيضا، تحياتنا للجميع وابن موسى والكل والله تحياتنا للجميع. كانوا جنود، عفوا كانوا جنود وليس عاملين، جنود خلف الكواليس. يعني من مدير تصوير ياسر عمران تحياتنا إلى حتى عامل الإنتاج، كان يدخل الصبح يطلع آخر شخص، ومن ضمنهم الكابتن. أنا كنت أصيح له أستاذ محمد حمود، كنت أصيح له الكابتن. كابتن فريق. كنتوا تشوفون محمد باللوكيشن، لكن أنا أعرف شنو اللي خلى محمد صامد وقوي وقدر يتحمل. محمد كان من يجي لشبكة الإعلام داخل البناية كان يشوف المسؤولين يعني يحفزونه ويقولوا له إحنا وياك وواقفين وياه، ابتداء من المدير العام الأصغر موظف، فكان هذا حافز. إن شاء الله يا رب. أنا يعني كنت أتمنى الوقت يطول أكثر، لأنه كنت حاب أنه أتطرق، لأنه من خلصته آخر مشهد يعني أنا سمعت أنه كان أكو حزن، كان الكل يتمنى أنه تستمر هذه البرامج وهذا المسلسل يستمر، لكن وقت البرنامج كلمة تفضل. نعم باختصار. أخيرة نعم باختصار. أنا عقلي يطير وأتخبل من الوداع. عفوا أنا أريد أقولها بالشعبي، يعني انسلتت وطلعت، لأن أتخبل من في مال الله ونلتقي وفي مال الله أضوج منه الله. فصراحة الله. يمكن الأستاذ ثامر شافني قلت له أبو عامر خلينا نطلع، هذا معناه كنتوا عائلة واحدة. قال لي والله العظيم ست عواطف، فما أريد أتسلم على إنه هو هم راح اسمه. أنا صوري من تسرحت، ما قلت لي الربع تسرحت من الجيش، انطوني كتابي خليت وطلعت. هذول عايش وياكم حمور يعني واحد، وعشنا ايام تجنن والله. هي ايام قليله وطلايب انا وست عواطف ولكن كانت لا ان شاء الله ماكو طلايب، انت اخوي وعلى راسي. يعني كان حقيقه المشهد الاخير كان في 3 فجرا، بس يعني الساعه 3 فجرا انت تعبان منهك، يعني جاي ب8 الصبح للموقع، بس من اوكي قال الاستاذ علي قال اوكي، الشباب ما شاء الله تقول هسه ب8:30 الصبح رقصه ورقص ردحه وردح. راح نطلع عندنا مقاطع هذه الحفله، راح نطلع. تحياتنا لكم وتحياتنا لكل هذه الجهود ولكل هذه المشاعر، تحياتنا لكم، وكنتوا ضيوف اعزاء علينا وابطال مميزين، نتمنى نشوفكم باعمال اخرى. هذه تحياتي انا لكل المشاهدين، انتظرونا بلقاءات اخرى حتى نلتقيكم في امان الله، الى اللقاء.